ناس كتير جدا بيبقى نفسها تتقن جوجل ادز، ولكن بيلاقوا صعوبه في الامر او دايما ما بيحققوش نتائج كويسه على جوجل ادز. فاحنا في الفيديو دوت يعني هنخش في الموضوع على طول، وهعلمك ازاي تعمل كامبين جوجل ادز بشكل صحيح تحقق نتائج، سواء الكامبين دي هدفها ان هي كولز او هدفها مبيعات او ايا كان. دول شويه اكونتات كده صغيره شغاله عليهم مع كلاينت. تمام. خليني اوريك كده سريعا مثلا واحد من الاكونتس. مثلا الاكونت اللي انا بوريه لك دوت، هدف الكامبين بتاعته اللي معموله هي كولز، ان الشخص عايز كولز وعايز جيت دايركشن، عايز الناس تلاقيه على جوجل ماب ويقدروا ان هم يعملوا جيت دايركشن ويروحوا للستور بتاعه، وفي نفس الوقت ان هم يكلموه في التليفون. تمام. فطبعا دي كامبين عاملينها بقالها يعني كام شهر، بما ان جوجل ادز دايما لونج تيرم. تمام. وعاملينها بادجت صغير جدا اللي هو $15. وتعالى اوريك كده الكامبين دي محققه ايه، عشان يعني ايه تبقى فاهم ان يعني جوجل ادز شغال كويس جدا از لونج از ان انت هتهتم بالكامبين بتاعتك وكل تفصيله فيها. طيب خلينا نشوف كده. ادي الكامبين من اول التاريخ اللي هو اول تايم لحد دلوقتي، من اول ما اتعملت لحد دلوقتي. الكامبين زي ما انت شايف كده الكونفرجن ريت دلوقتي 14%، والكوست بير كونفرجن 4%. ده طبعا اول ما بتبدا الكامبين بيبقى الكوست عالي جدا، بيبقى $15 ممكن $20. دلوقتي الكوست ب $4. وطبعا بيقل مع الوقت. زي ما انت شايف كده في اكتر من 57 فون كول ليد، وفي جيت دايركشن 404 كونفرجن جيت دايركشن، والكامبين صارفه 200 سوري ده صرف $2400. وزي ما انت شايف كده دي كامبين بيرفورمانس ماكس، فالبيرفورمانس ماكس هتلاقي السي تي ار بتاعها طبيعي يبقى قليل. تمام. فطبعا زي ما انت شايف كده احنا حاطين بادجت صغير، وطبعا نقدر نرفع البادجت عشان الكامبين تبرفورم احسن طالما بيقول لك هنا ليميتد بادجت. تمام. طيب في كامبين تانية عايز اوريها لك، وهي طبعا يعني الشخص بيملى فورم وبيجي لنا الليد عن طريق اللاندنج بيج دي، زي بيلجن تريد مثلا. خلينا ندوس على بيلجن واوريك اللي بيحصل. طيب خلينا نختار الكامبين اللي انا عاملها اللي هي نيو سيرش دي. طيب الكامبين دي معمول لها لاندنج بيج، او معمول لها لاندنج بيج او فانل عن طريق جو هاي ليفل. وتعالى اوريك ايه اللي حاصل فيها. طيب الكامبين دي زي ما انت شايف كده جايبه 7 conversions so far. الكونفرجنز دول عباره عن ايه؟ عباره عن ناس ملت الفورم. تمام. وطبعا سجلوا معانا. طبعا زي ما انت شايف كده الكامبين دي ما بقالهاش كتير، هي كونفرجن ريت 2.59. تمام في 7 كونفرجن، والكونفرجن كوست ستيل عالي 126، بس طبعا بيقل مع الوقت لان الكامبين دي جديده ما بقالهاش كتير. و طبعا في كمان معانا كامبينز ثانيه. تمام لاندستريز مختلفه. طيب كل واحده فيهم محققه حاجه. معظم الكامبينز دي جديده ما عدا طبعا الجي اس جولر دي بقى لها شويه. عندك نورث جيت كمان بقى لها شويه شغاله، ما بقالهاش كتير، بقى لها حوالي شهر. خليني اقول لك وصلت لايه، وبعد كده طبعا هنبتدي نعمل كامبين جديده من الصفر تماما عشان تتعلم فيها كل حاجه خطوه بخطوه. طيب ادي دي الكامبين، خلينا نشوف وصلت لايه، عدد الكولز. طيب زي ما انت شايف كده في 8 في 208 جيت دايركشن. تمام. وعندنا 170 فون كول ليد. تمام. فجوجل ادز كويس بصراحه لو انت هتظبط الدنيا. الكوست $2 يعتبر، والكونفرجن ريت 44%. حلو حلو. دي كامبين ايه؟ دي كامبين سيرش مش بيرفورمانس ماكس. تمام. وطبعا خليني كده اوريك برضو. عندنا اوكي صرفة $874 وجاي عليها 854 كليك، والافريج سي بي سي 1.2. طبعا كل ده بيقل مع الوقت برضو زي ما قلت لك. ف جوجل كامبين هي لونج تيرم. طيب دلوقتي انا عايز اخش في الموضوع على طول واعلمك ازاي تعمل كامبين جوجل ادز ناجحه من الصفر، سواء انت بتبيع منتج يعني في سيلز، عندك متجر الكتروني، او انت شغال على اللوكال بيزد سيرفيسز زي الاكونتات اللي هي قدامي حاليا دي. انا بعمل كامبينز طبعا سيلز
لستورز وبعمل كامبينز لي طبعا اللي احنا بنبقى عايزين منها ليد جنريشن زي اللوكال بيزد سيرفيسز. اوكي طيب خلينا نخش في الموضوع على طول. اول حاجه بعملها ايه لما اكون انا عندي اكونت جوجل ادز دلوقتي واكون عايز ابدا عليه، او لو ما عنديش انا افترض ان احنا ما عنديش، سوري الكلب بتاعي. طيب لو افترضنا ان انا ما عنديش، هنعمل ايه؟ هنعمل كده، هنروح نكتب جوجل ادز. تمام ثانيه واحده، جوجل ادز بالشكل ده كده. واول ما تكتب جوجل ادز هتروح طبعا على الموقع بتاع جوجل ادز بالشكل ده، او تختاره طبعا عندك هنا من المنيو بتاع جوجل هتلاقي جوجل ادز، تقدر ان انت تختاره عادي جدا من هنا بشكل سهل جدا. ادي لو نزلت كده هتلاقي جوجل ادز تختاره من هنا. طيب anyway لو احنا دخلنا على جوجل ادز بالشكل دوت مثلا، تمام خلينا ناخد ده كده نفتحه في انكوجنيتو ويندو واوريك بيبقى عامل ازاي اول ما تفتحه. طيب اول ما تفتح جوجل ادز بالشكل ده هيقول لك ساين ان او ستارت ناو. طبعا انت تقدر تدوس ستارت ناو وبسهوله تم تقدر ان انت تكريت كامبين عن طريق الجيميل بتاعك او جوجل ايميل بتاعك. تمام الموضوع سهل جدا، مش هروح للحته دي لان هي ما فيهاش حاجه اصلا. وانس ان انت تكتب جوجل ادز هتقدر تساين بشكل سهل جدا. طيب خلينا نرجع تاني للاكونت بتاع فارمر كونتراكتنج دوت، عشان ده اللي احنا هنعمل عليه كامبين دلوقتي مطلوبه مني وانا عايز اعملها معاكم بشكل لايف وعملي. فخلينا كده نشوف لو انا قدامي الاكونت ده والعميل مكلمني وانا المفروض اعمل كامبين ايه. اول حاجه انا المفروض اعملها، طيب اول حاجه المفروض اعملها ان انا اتاكد الكونفرجن تراكنج متسطب ولا مش متسطب، عشان لو الكونفرجن تراكنج مش متسطب مش هيجي لي هنا في الكونفرجن دي بيعد قد ايه، يعني كم واحد مثلا ملا الفورم او ايا كان. تمام طيب انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اروح على الجولز اول حاجه، ومن جولز اروح للسمري دي. حلو كده. طيب انا عندي اكتر من نوع كونفرجن. طيب عباره عن ايه انواع الكونفرجن دي؟ انواع الكونفرجن دي عندك في فون كول ليد، وعندك الترافيك اللي على الويب سايت بتاعك. تمام سواء الناس بتخش عشان تعمل سيلز او بيخشوا عشان خاطر يملوا فورم معينه او ايا كان. حلو كده. فعندك كمان ال add to cart. تمام عندك كذا حاجه هنقدر نشوفهم من هنا. تمام طيب انا عندي الفون كول ليد هنا زي ما انت شايف اكتف. تمام عندي مشكله هنا في السبميت ليد فورم محتاجه اتنشن مني. حلو طيب انا اول حاجه بعملها، لو دول مش موجودين اصلا اعتبر ان دول مش موجودين وده اكونت جديد انت لسه بادئ، هتعمل ايه؟ هتدوس على كرييت كونفرجن تراكنج. امتى؟ بعد ما تدوس على كلمه جولز سمري كونفرجن كرييت كونفرجن اكشن بالشكل ده. تمام وهنا هيحول لك لانواع الكونفرجنز اللي عندك. تمام طيب زي ما انت شايف كده في اكتر من حاجه. عندي conversions on website وعندي conversions on app لو انت عندك موبايل اب وعايز طبعا تسطب الكونفرجن بتاعه، وعندك conversions for conversions from phone calls. حلو كده. وعندك conversion offline. طيب الاوفلاين دي طبعا يعني لو انت عندك ستور على ارض الواقع وتقدر تكونكت بالسي ار ام والكلام ده كله. حلو طيب احنا محتاجين ايه دلوقتي؟ بما اني انا شخص هعمل طبعا يعني كامبين ل يعني ويب سايت ليه مبيعات ليه ستور او طبعا ويب سايت عادي بجمع من عليه فورم او بجمع من عليه ليدز من خلال فورم او هو يعني ايه ليد جنريشن كامبين. طيب في الحاله دي هختار طبعا الكونفرجنز اون ويب سايت ويب سايت. تمام لو هجمع الداتا من عن طريق الويب سايت ده، سواء الداتا دي مبيعات او الداتا دي طبعا ليدز. حلو لو هو فون كول فطبعا هختار الاوبشن بتاع الفون كول. تمام زي الفل. طيب انا خليني اقول دلوقتي مثلا ان انا هختار اول واحده اللي هي conversions on a ويب سايت، هختارها بالشكل دوت. وبعد كده طبعا هدوس save and continue. بعد كده هيقول لك طب انت عندك بقى مبيعات ولا ساين اب ولا سبسكرايب ولا سبميت ليد فورم ولا بوك ابوينتمنت، ولا انت عندك ايه بالظبط؟ انت ايه اللي انت عايز تتراكه ولا جيت دايركشنز ايه بالظبط؟ فطبعا لو انت مبيعات فانت هتختار purchase. تمام بالشكل دوت. لو انت طبعا زي الكامبين اللي احنا بنعملها دلوقتي دي
هي كامبين المفروض ان هي تبقى بتجمع ليد فورم، هنعمل سبميت ليد فورم. تمام تمام. طيب هل احنا بنختار من هنا وخلاص ونعمل سيف وخلصت؟ لا، احنا المفروض ان احنا بنعتمد على جوجل تاج مانجر. ومش عايز اتوهك، جوجل تاج مانجر هيكون ليه شرح خاص، تمام، فيديو كامل مكمل، ولكن انا هنا بعرفك تمام ايه الخطوه اللي انت محتاج تعملها قبل ما تبتدي تبني اي كامبين على جوجل ادز. تمام، عشان في ناس بتبني كامبينز على جوجل ادز ومش بيسطبوا التراكنج. ممكن تقول لي طب وانا هيفرق لي ايه في التراكنج؟ طب ما انا ممكن ما يفرقليش التراكنج لان انا بيجي لي مبيعات كده كده، فمش فارق لي انا بشوف المبيعات من على الويب سايت عندي وبعرف ان انا جالي مثلا 20 اوردر، ومش فارق لي ان الكامبين بتاعتي تبقى فيها بيعد معايا 10 20 اوردر 30 اوردر. اقول لك ان اصلا اهم حاجه في التراكنج ان الكامبين دي بتتعلم من الداتا. تمام، في داتا بتوصل للكامبين، فجوجل ادز بيتعلم من الداتا دي، بيعرف مين اللي بيشتري ومين اللي ما بيشتريش، يقدر يوصل الاعلان لمين وما يوصلش الاعلان لمين، عشان انت ما تبقاش بتصرف كتير او بتصرف كده وخلاص. تمام، فالداتا هي اهم حاجه، عشان كده احنا بنسطب الكونفرجن تراكنج. حلو حلو. طيب محتاج ايه؟ محتاج يبقى عندك جوجل تاج مانجر سواء بتاعك او بتاع الكلاينت اللي انت بتشتغل معاه، وبكل سهوله لما انت دلوقتي استلمت الاكونت، وليكن اللي هو بتاع فارمر كونستراكتنج ده، انت اول مره تستلم الاكونت ده واول مره تشتغل مع عميل، اول حاجه هتعملها تروح تعمل كرييت اكونت من هنا. بعد طبعا ما تعمل ساين ان بجوجل اكونت بتاعك، هتعمل كرييت اكونت من هنا عشان انت بس تروح تعمل يعني ايه، زي ما انت شايف كده زي كونتينر جديد. حلو، فانت هنا بتحط النيم، تسميها نورث، تسميها بقى على اسم الاكونت بتاعك على حسب انت شغال في ايه. تمام، سميه، خلينا نقول الويب سايت بتاعك اسمه مثلا امازون بلس مثلا، اي حاجه هتسميه بالاسم دوت. هتشوف الكونتري، هل هي يو اس اي ولا هي الامارات ولا السعوديه ولا مصر ايا كان، وهتحط هنا لينك الويب سايت ولكن من غير ال www دوت كذا او من غير ال https. تمام، هتحطه زي الشكل ده، يعني مثلا ده transroad.com، يبقى هتحطه من غير ال www ومن غير ال https. حلو حلو. طيب انت بقى التارجت بلاتفورم بتاعك ايه؟ ويب ولا اي او اس ولا اندرويد ولا ايه بالظبط؟ انا اقول له ويب، بما ان ده مش ابلكيشن للاي او اس ولا ابلكيشن للاندرويد، هو ده ويب، موقع ويب، فبختار ويب، ومن هنا بدوس كرييت طبعا بعد ما بحط البيانات دي. حلو. طيب ازاي انا اتعامل مع جوجل تاج مانجر دوت؟ بتعامل مع جوجل تاج مانجر بسهوله جدا، بروح اكريت بعد ما كريت دوت، انا بس عشان مكريتها فمش عايز اكريتها تاني. بعد ما كريت الكونتينر بتاعي دوت، انا بروح بالشكل دوت ل ايا كان الاكونت بتاعي مثلا، وانا عندي هنا تاجز. تمام، التاجز دي عباره عن ايه؟ عباره عن اني بحط فيها الاي دي والليبل بتاع الكونفرجن ليبل بتاع الجوجل ادز عشان يبقوا مربوطين ببعض. حلو كده، وبعمل تريجر عشان بناء على التريجر ده بيبتدي يعد الكونفرجنز بتاعتي. مش عايز اتوهك ومش عايز اكون يعني بسحلك في القصه دي، بس خليك معايا، انا هشرح لك جوجل ادز بشكل كامل، وبعديها هكون بنزل لك الجوجل تاج مانجر كامل برضه. يعني انت لو بتتفرج على الفيديو ده هتلاقي التاني نزل بعديه بيوم مثلا، فمش هطول عليك ابدا. تمام، بس احنا لازم عندنا الكونفرجن الاول قبل ما نعمل الجوجل ادز. بس انا دلوقتي هبدا اعمل الجوجل ادز، وبعد كده نبقى نعمل الكونفرجن بشكل بسيط جدا. تمام، وباسهل طريقه. حلو حلو. طيب دلوقتي انا زي ما قلت لك، لو كده هنختار السبميت ليد فورم وهنمشي. اصلا هو هنا بيقول لك تعمل ايه بالظبط، فانت هتمشي هنا اصلا زي ما انت شايف مانيوال كود، فانت هتحط الكود في الويب سايت وهتبتدي تتبع التعليمات اللي هنا. انا هشرح لك كل ده بشكل كامل، ما تقلقش. تمام، ركز بس معايا كده وانا هوريك اسهل طرق. حلو حلو. طيب دلوقتي انا هبتدي اخش في الموضوع على طول وابتدي اعمل الكامبين. طيب انا هعمل الكامبين دي كولز، مش هعملها ليد فورم ولا اي حاجه، لان الكلاينت عايز ان هي تبقى كولز بس. فانا هقوم عامل كده كرييت، وهقول له كرييت ايه؟ كرييت كامبين. ثواني عشان انا هنا في الكونفرجنز اصلا، فخليني ارجع ثواني اشوف انا دوست كرييت ايه بالظبط. كامبين اوكي خلاص تمام ماشي. كرييت كامبين بالشكل دوت. ماشي، خلينا بس نصبر لحد ما يحمل، النت برضه بطيء شويه.
مش عارف اصلا الجهاز بطيء ليه شويه. ماشي ما علينا. تمام دلوقتي احنا فتحنا الصفحه دي، فتحت لنا اهي عشان نعمل الكامبين. طيب سيلز ولا ليدز ولا ويب سايت ترافيك ولا ابس بروموشن؟ طيب سيلز ده لو انت عندك طبعا ويب سايت زي ما قلت لك او متجر الكتروني وعايز تبيع من عليه منتجات. ليدز لو انت بتجمع زي ما قلت لك ارقام تليفون عن طريق لاندنج بيج او وات ايفر او عن طريق فورم. ويب سايت ترافيك لو انت عايز تودي بس ترافيك للويب سايت بتاعك. واب بروموشن لو انت عندك ابلكيشن وعايز الناس يعني تحمل الابلكيشن دوت وتجيب له يعني داونلودز وكده. تمام. طيب يوتيوب لو انت عايز تعمل يوتيوب كامبين. ولوكيشن لو انت طبعا عايز الناس يعني تدوس على جيت دايركشن وتروح للوكيشن بتاعك. طيب انا مش هختار اي حاجه من دول، هختار اخر واحده اللي هي create a campaign without guidance. ليه؟ انا بحب اتحكم في كل حاجه بنفسي. اوكي فانا هختار هنا create a campaign without guidance. طيب انا عايز اعرف ايه بقى الحاجات اللي قدامي دي كلها وايه الكامبينز تايب دي. طيب اول حاجه عندنا البرفورمانس ماكس. ايه هي البرفورمانس ماكس؟ البرفورمانس ماكس باختصار ان الاعلان بتاعك او الكامبين بتاعتك هتظهر على كل منصات جوجل، هتظهر على جوجل سيرش، هتظهر كيوتيوب، هتظهر كجيميل، هتظهر على جوجل ماب، هتظهر في الديسكفر، هتظهر في الديسبلاي. ايه الديسبلاي؟ طيب الديسبلاي دوت هو ان لما بتخش على ويب سايت بتلاقي بانرات يمين، بانرات شمال، بتلاقي بانرات بالعرض، ده الديسبلاي. تمام. طيب وممكن كمان يوتيوب اللي هي البانرات برضه انكلودد. تمام. طيب ايه بقى الديسكفر؟ الديسكفر ده لما انت بتفتح الابلكيشن ده بتاع جوجل بتلاقي كده ان هو بيجيب لك شويه حاجات كده ايه تحت بتقدر تقلب فيها، هو ده الديسكفر. تمام. تمام باختصار هتظهر على كل المنصات بتاع جوجل. طيب سيرش بتظهر في السيرش بس. ديماند زي ما انت شايف كده، الديماند دي بتظهر في اللي هو اليوتيوب والجيميل والديسكفر والديسبلاي بس. والديسبلاي بتظهر في اليوتيوب والجيميل والويب سايتس، اي ويب سايتس قلت لك عليها ريليتد بالنيتش بتاعك او المجال بتاعك. شوبينج هو جوجل شوبينج، لما انت بتخش مثلا تكتب منتج على جوجل وليكن ايباد مثلا مش عارف ايه، تلاقي ان هو في كده جالك زي كارسل تقدر تقلب فيها، ده الشوبينج اللي هي فيها المنتجات، هتلاقي دايما بتطلع من امازون وخلافه. فيديو هو لو انت تعمل يوتيوب، وابس لو انت طبعا هتبروموت اندرويد او اي او اس اب. تمام. تمام. طيب انا بما اني هعمل سيرش كامبين دلوقتي، فانا هروح اختار سيرش من هنا. تمام. ولو انا هعمل طبعا performance max هختار performance max من هنا. حلو حلو. طيب انا الصراحه هفضل اختار ال يعني السيرش. تمام. وهروح هنا هسيب فون كول ليد، و هسيب برضو اللي هي السبميت فورم ليد، مش مشكله. ماشي كونتينيو. تمام. احفظ معايا بس وافهم الخطوات تمام بتاعت ان انت تبني كامبين على جوجل ادز. تمام. عايزك تفهم كمان مش تحفظ بس. طيب بيقول لك هنا حاجه بسيطه جدا، بيقول لك طيب انت ايه الجول بتاع الكامبين بتاعتك؟ ايه الريزلتس اللي عايزها او ايه النتائج اللي عايزها؟ هل عايز زيارات الويب سايت ولا عايز فون كولز؟ فانا اقول له والله انا عايز فون كولز، مش عايز زيارات، انا عايز فون كولز بشكل اساسي. حلو حلو. طيب هيقول لي ايه الفون نمبر، فانا هروح اجيب الفون نمبر هنا واحطه. خليني اجيب الفون نمبر. طيب يا شباب انا جبت الفون نمبر زي ما انتم شايفين كده وحطيته. طيب بعد ما جبت الفون نمبر هدوس على كونتينيو. تمام. وتعالى نشوف هنتنقل لاني بيج بالظبط. موضوع بسيط جدا، انا مش عايز الفيديو دوت يطول عن 30 دقيقه بصراحه، في تفاصيل كتير جدا في جوجل ادز اكيد، ولكن انا عايز اعمل لك ده زي ميني كورس كده يكون مفهمك الدنيا وتقدر تبني كامبين ناجحه وفي نفس الوقت ما يكونش طويل قوي. طيب انا هسميها ايه؟ هسميه مثلا مثلا سيرش مثلا سيرش مثلا تيست كامبين 2 مثلا. تمام. واعمل داش مثلا مثلا فون كولز، مثلا فون كولز، يعني بتسميها باي اسم تكون انت يعني ايه معلم بيه الكامبين ومش هتتلخبط لو عندك اكتر من كامبين. تمام تمام. طيب هدوس كونتينيو ونشوف ايه الصفحه اللي هنتنقل لها بعدها. طيب خليني كده اكبر البيج ثانيه واحده. خلينا نرجع للبيج التانية اهي. تمام.
طيب اتمنى كده تكون انتوا يعني تكونوا شايفين معايا. انا اوكي، انا يعني الصورة بتفضل باينة يمكن ليكوا، ولكن انا شكلي بيختفي من قدامي، فمش عارف الريكوردينج شغال ولا لا. ما علينا، تمام، كفاية كده عشان الاقي ان واضح معايا الريكوردينج. تمام، زي ما انت شايف كده بيقول لك طيب هنا البيدنج دوت ايه اللي هو المزايده. من الاخر انت هنا عايز البيدنج بتاعك او المزايده بتاعتك تفوكس على ايه؟ عايزها تفوكس على conversions ولا conversion value، تمام، اللي هي قيمه يعني الكونفرجن او معدل التحويل، ولا كلاكس ولا impressions ولا ايه بالظبط. فهنا recommended زي ما انت شايف كده موجود فيه conversions و conversion value، تمام. فانا هسيبها conversions زي ما هي، مش هغيرها لان انا عايز فعلا conversions. وهنا بيقول لك الخيار ده بيقول لك set a target cost per action وده optional. يعني ايه؟ يعني لو علمت على الخيار دوت اقدر اقول له ان انا عايز سعر الكوست بتاع معدل التحويل بتاعي او conversion بتاعي ما يزيدش عن مثلا $10. هنا هيحاول جوجل يشتغل على انه ما يعديش التارجت ده، يخلي الافريج بتاعي $10، يعني ممكن يبقى $12، ممكن يبقى 9 $8 وهكذا، ولكن هيبقى اراوند $10. تمام. تمام. طيب دي بتعملها امتى؟ دي بتعملها لما يكون معاك داتا سابقه، يعني لما تكون انت مشغل كامبينز قبل كده وانت اوريدي فاهم ان سعر المنتج بتاعك او احسن كامبين عملتها سعر الاوردر كان بيجي مثلا وليكن ب $10 او ب $5، فانت هنا مثلا بتحط الافريج مثلا $12 مثلا. تمام. تمام. طيب انا مش هختار الاوبشن دوت. هنا customer acquisition زي ما انت شايف هنا بيقول لك only bid for new customers. هنا لو انت عايز new customers بس وما يتعرضش الاعلان على اي حد من الناس اللي الداتا بتاعتهم يعني موجود على جوجل، حد مالها فورم معاك قبل كده او اشترى منك قبل كده او هكذا، هتبتدي الدنيا تروح للنيو كاستمرز كبريورتي. حلو. طيب انا مش عايز ابد على النيو كاستمرز، تمام، فانا هعمل نيكست واسيب كل حاجه زي ما هي. هنا زي ما انت شايف كده بيقول لك طيب هنا هيتعرض الكامبين بتاعتك في جوجل سيرش. هل انت كمان عايزها تتعرض في الديسبلاي؟ يعني انت عايز في الديسبلاي ده معناه ان انت هتضيف صور، والصور دي هتتعرض كبانرز او وات ايفر على اليوتيوب وعلى بعض المواقع اللي ليها علاقه بالمجال بتاعك. انا هنا مش عايز صراحه الديسبلاي، هو كاتب لك ريكومندد بس انا مش عايزها. تمام. انا لما باجي اعمل ديسبلاي بقى بعملها لوحدها، بس انا ما بحبش السيرش يبقى فيها ديسبلاي، عشان بصراحه الاحسن ان انت تعملها من غير ديسبلاي، عشان هتلاقي الموضوع مش الطف حاجه والنتائج مش الطف حاجه الصراحه. فخليك السيرش خليها سيرش صريحه، ولما تعوز تعمل كامبين بجد تعرض على كل المنصات انصحك بالبرفورمانس ماكس. تمام. طيب زي الفل. انا هسيب السيرش. طيب ايه الدوله اللي انت عايز تتارجتها؟ انا عن نفسي هقول له ان انا عايز اتارجت يو اس اي، ولكن مش كلها. فانا مثلا الكامبين دي بعملها ل يعني الكلاينت في حته اسمها سينسيناتي مثلا. خلينا نكتبها نشوف كتبنا صح. ماشي اهي سينسيناتي اوهايو يونايتد ستيتس. فانا اخترت سينسناتي. دي الناس اللي موجوده او مهتمه، ودي الناس اللي موجوده فعليا. حلو. حلو. طيب هنا اللانجوج هنا طبعا لو انت بتعمل كامبين عربي ف طبعا هتختار اللانجوج تبقى مثلا عربي وانجلش، لو كامبين انجلش بس هتبقى انجلش زي ما انا عاملها هنا. طيب هنا في اوبشن اتحط في جوجل ادز مؤخرا ان هو بيقول لك هل انت بتعمل الكامبين دي ل يعني this campaign has your political ads ولا لا؟ هل ليها علاقه بالاتحاد الاوروبي او ليها علاقه باوروبا بشكل عام كسياسيا يعني الكامبين دي؟ فانا هنا بقول له لا، this campaign doesn't have EU political ads. تمام. بعلم عليها. فانت دايما علم عليها. الاودينس سيجمنتس دي مهمه جدا جدا في نتائج الكامبين. انت هنا بتختار شويه سيجمنتس، تمام، بناء على النيتش بتاعك. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي لو بتعمل كامبين مثلا لشركه عربيات وليكن، او زي ما انا بعمل دي ده كده حد بيصلح ارفف و يعني في مجال الروفينج ومجال الريل استيت وهكذا، تمام، والمينتنانس. فزي ما انت شايف كده من هنا بختار شويه حاجات ريليتد بالموضوع. فانت مثلا لو بتعمل كامبين للريل استيت هتختار كل الانترست ليها علاقه بالريل استيت. لو بتعمل كامبين ليها علاقه مثلا بالملابس معينه مثلا رياضيه وليكن، فتختار من هنا مثلا تكتب مثلا سبورتس او وات ايفر، بحيث تشوف ايه الاوبشنز
وطبعا تشات جي بي تي يقدر يساعدك في حاجه زي كده، ان هو يكتب لك الاودينس سيجمنتس اللي ليها علاقه بالنيتش بتاعتك، وانت تيجي تحطهم هنا بشكل يعني دايركت يعني. فانا هنا ليه علاقه بالهوم اند جاردنز، ليه علاقه بالريل استيت اندستري، دو ات يور سيلف، موفينج اند ريلوكيشن، عشان الناس اللي هي بتنقل من بيت لبيت وبتتنقل، فانا عايز يعني اختار الناس دي. كونستراكشن اندستري، الناس اللي ليها علاقه بالكونستراكشن والبنى، تمام ده معانا. هوم اونرز، الناس اصحاب البيوت. هوم امبروفمنتس، الناس اللي بتجدد بتعمل تجديدات في بيتها والكلام دوت. في electrician services وروفينج، ايوه انا عايز روفينج. ممكن electrician ممكن برضو تبقى معانا. في ايه تاني؟ الجاردن، لون اند جاردن، عندك painting services ممكن اختارها برضو معانا. home and garden services دي برضو عندك اللي هي السباكة والقصص دي. تمام. انا هكتفي بدول بصراحة، انا بالنسبة لي دول تمام بالنسبة للنيتش اللي انا شغال عليه دلوقتي. وزي ما قلت لك هنا هتلاقي كتير قوي، يعني انت لو كتبت هنا مثلا كارز مثلا يعني على سبيل المثال هتلاقي حاجات ريليتد بالكارز. هتلاقي هنا سبورت كارز، تمام. هتلاقي هنا طبعا السيدانز، الموتور فيكلز، اوتو ام فيكلز، كل الحاجات دي هتبقى ليها علاقة بالعربيات. حلو كده، تمام. بعد ما تختار دي، ودي مهمة جدا اللي هي زي ما قلنا اسمها audience segments، هننزل هنا ونشوف موضوع observation دي recommended، دايما سيبها recommended عشان ما يعني ما يحصرش التارجتنج بتاعك قوي او يحاول يضيقه قوي، تمام. دي بيخليها ضيقة زي ما انت شايف. narrow the reach of your campaigns to the selected segments، هيخليها بس للسيجمنتس اللي انت عاملها select. فدايما خليها observation عشان يعني يبقى broad ما يبقاش ضيق قوي، تمام. ما علينا، تمام اوكي. فدي هتسيبها دايما observation recommended، حلو كده. والاد روتيشن دي هي اوريدي معموله prefer best performance ads، فدي دايما سيبها ان هو يعني انت بتفضل best performance ads او احسن نتائج الادز بتاعك، سيبها زي ما هي. حلو حلو. مور سيتنجز فيها طبعا الكامبين هتبتدي امتى وتنتهي امتى، لو عايز تحدد تاريخ انتهاء تقدر تحدد تاريخ انتهاء من هنا. وطبعا عندك اد سكادجول لو انت عايز طبعا تشغلها في اوقات معينه في اليوم ولا تسيبها شغاله اليوم كله، تمام. كامبين يو ار ال اوبشنز دي طبعا ايه يعني حته كده ايه فيها تراكنج وبتاع، بس مالكش دعوه بيها لو انت طبعا سطبت التراكنج، دي حته كده ايه very advanced مالكش دعوه بيها، تمام. وعندك بيج فيدز هنا بيقول لك لو انت مثلا عايز تاد يعني فيدز للكامبين بتاعتك. حلو. طيب دي هتسيبها زي ما هي، تمام، مش تلعب فيها. حلو. خلاص انت كده هتبقى عملت معظم الحاجات تمام، وشغل الاد اول داي، الا اذا كنت انت بقى شغال في اندستري كده ايه شويه بتحتاج ان انت تغير الايام او الاوقات بتاعت اليوم يعني. تمام تمام. نيكست. مش عايز اطول الفيديو على قد ما اقدر، عايز الفيديو ده يكون سريع عشان ده انا عامله زي ميني كورس تقدر تاخد بس خلفيه وتفهم ازاي تبني الكامبين سريعا. طيب ده الاي اي ماكس فور سيرش كامبين عملته جوجل. بيعمل ايه دوت؟ ده لو انت عملت له هنا اوبتمايز يور كامبين وذ اي اي ماكس هيبتدي ان هو يملا لك كل حاجه بالاي اي من البيانات اللي متوفره عند جوجل. يعني هنا مثلا زي ما انت شايف اول ما تدوس نيكست وتحط له لينك الويب سايت، يعني مثلا احاول احط له لينك الويب سايت فهيقوم جايب البيانات منه. دي فارمر، ثواني كده، فارمر كونستراكتنج. تمام. انا هخش على ده الويب سايت، تمام زي ما انت شايف كده، ولكن احنا لينا اللاندنج بيج معينه، فانا عايز اجيب اللاندنج بيج المعينه دي، او ممكن احط لينك الويب سايت الاساسي طالما احنا مش هنشتغل بقى على الفانل تمام المره دي، او مش عايزين نشتغل لاندنج بيج، فخلينا احط الويب سايت الاساسي بالشكل دوت كده عشان ياخد المعلومات من الويب سايت الاساسي كله. زي ما انت شايف كده بياخد المعلومات من الويب سايت. قال لك طيب what makes your products or service unique؟ جاب لك قال لك farmer constructing is family owned business specializing in كذا كذا كذا، وابتدى خد المعلومات كلها بدون ما نعمل حاجه. وهنا لو دوست جنريت فهتلاقيه بسرعه جدا جدا راح عمل جنريشن للكي ووردز والكل حاجه بشكل اوتوماتيكلي، تمام. هتظهر دلوقتي بس هو لسه بيحمل زي ما انت شايف كده. خلينا نشوف.
بص بيحصل ايه. get keyword suggestions، وهتلاقيه هنا بيعمل ايه suggestions بشكل اوتوماتيكلي اهو. كل ده بيحصل بشكل اوتوماتيكلي، انا ما بعملش اي حاجه. بص ايه اللي حصل. اللي حصل بدون ما اعمل اي حاجه، هو حط كي ووردز وحط اللينك بتاع الويب سايت، عمل كل حاجه من نفسه، انا ما عملتش اي حاجه نهائيا خالص. تمام. طيب دي الكي ووردز اللي هو حطها. طيب في السيرش كامبين ما تحطش اي برود كي ووردز. انا بعمل كده شخصيا. لو حد تاني بيحب يعمل برود دي قصه تانيه، بس عن تجربه انا ما بحبش احط برود كي ووردز عشان بتحرق البادجت بسرعه. واكيد انت جربت تعمل كامبين جوجل ادز ولقيت بالسرعه اتخصم منك، مثلا حطيت مثلا وليكن $100 في اليوم، لقيتهم كلهم خلصوا مره واحده. فانا عايزك تعمل ايه؟ تروح لتشات جي بي تي وتروح تديله لينك الويب سايت بتاعك مثلا، تمام، وتقول له انا عايزك تعمل لي exact keywords، عايزك تعمل لي exact keywords، فيعمل لك exact keywords وخليه يديك مثلا up to 50 keywords. تمام، خليه يديك 50 keyword مثلا ليهم علاقه بالمجال دوت. حلو. شكلها ايه الكي وورد؟ هوريك شكلها ايه الاكزاكت كي ووردز. انا هاخد دول كوبي اللي هو اداهم لي، واروح فعلا لتشات جي بي تي واروح له بالشكل دوت. تمام، هقول له مثلا I'm building مثلا a new campaign and I want، ثواني كده، and او بدل ما اكتب خلينا مثلا، انا ما بحبش اكتب الصراحه، بستخدم دلوقتي حاجه اسمها whisper flow، ان هو بقول له وهو بيكتب اوتوماتيكلي. تمام، فخلينا نقول I'm creating a new campaign on Google Ads. The campaign is for an account called Farmer Constructing. I will provide you with the website URL and I want you to help me create the Google Ads campaign. I want you to write the headlines and descriptions for me. I also want you to provide me with the call out extensions and the other extensions like the snippet structure and so on. I also want you to provide me with the keywords, but I want all the keywords to be exact match, no broad match at all. And I also want you to provide me with the negative keywords. زي ما انت شايف كده، بدل ما اكتب بسرعه هو كتب لي كل حاجه بسرعه جدا، فاختصر على نفسي وقت. طيب زي ما انت شايف كده، انا قلت له ان هو انا بكريت نيو كامبين على جوجل ادز، والكامبين دي الاكونت اسمه 1 2 3، وهديك اليو ار ال او لينك الويب سايت، وعايزك بقى تساعدني اكتب الهيدلاينز والديسكربشن والاكستنشنز وكل ده تساعدني فيه. طيب انا هروح اديله لينك الويب سايت، خلينا نشوف احنا كنا واخدينه، لا مش واخدينه كوبي. اوكي، انا هروح دلوقتي اخد لينك الويب سايت بالشكل دوت اهو. farmer constructing كنا فاتحينه دلوقتي، ايوه اهو. ماشي، خلينا ناخد لينك الويب سايت واديه لتشات جي بي تي. كنتش عايز الفيديو ده يعدي 30 دقيقة، ولكن يعني هحاول على قد ما اقدر اخليه سريع. اوكي، ادي اهو لينك الويب سايت، وهروح اضغط انتر واشوف تشات جي بي تي هيعمل ايه. زي ما انت شايف كده تشات جي بي تي حالا هيروح زي ما انت شايف كده يعمل سيرش سريع جدا ويفهم ايه الويب سايت ده بتاع ايه. زي ما انت شايف قال لي كامبين تايب، تمام، هتبقى سيرش ليد جنريشن فورم سبمشن بلس كولز. اللوكيشن هيبقى سنسناتي، وزي ما انت شايف كده قال لك هيبقى ماكسمايز كونفرجن. اوكي، هيبقى المجال زي ما انت شايف كده روفينج كاستم هومز وهكذا، ده الاد جروبس. تمام، وعندك الكي بوزيشننج هنا زي ما انت شايف بيقول لك عليها، بيقول لك كل حاجه، والهيدلاينز والديسكربشنز، اداني كل حاجه انا محتاجها بشكل سريع جدا. حلو، زي ما انت شايف كده اكزاكت ماتش كي ووردز، اداني الاكزاكت ماتش، فانا اروح اخدها كوبي هنا كلها. بس بعد ما اخدها كوبي هنا واحده واحده، فاقول له مثلا ممكن اقول له جمعهم لي، بس انا هنا عشان ما اطولش الفيديو مش عايز بقى ايه تشات جي بي تي يقعد يطول. خليني انا اروح هنا و فور اكزامبل اخد هنا الكلام دوت، وخليني بس اخد دول اللي جوجل اداهم لنا ونقول له بس ايه انكلود دول في الكي ووردز. I want you to include these in the keywords, exact keywords, and provide them back. And I also want you to combine all the keywords in one place so I can copy them at once.
طيب تمام، خليني بقى اروح اديله شويه الكي ووردز بتوعنا اللي جوجل اداهم لنا عشان هو يحولهم اكزاكت كي ووردز وناخدهم مع الكي ووردز اصلا اللي تشات جي بي تي عملته. ماشي، يلا خليك سريع تشات. طيب التشات اداني all the exact keywords بالشكل دوت. حلو قوي، ماشي. دول كلهم دول كلهم اهو، لان لسه في باقي تحت. عظيم جدا. طب بيقول لنا ايه؟ duplicate keywords، ماشي، is separated. Google ignores duplicates but you can remove one for cleanliness. اوكي طيب انا هقول له اتاكد ان مفيش اي duplication. make sure there's no duplicated keywords at all. تمام، عشان هو يتاكد لنا ان مفيش حاجه duplicated بدل ما احنا نقعد ندور بقى ونفلتر وكده. فهو كده المفروض no duplicates، فاقدر ان انا اخدهم copy على طول. طيب ادي الكي ووردز. اروح هنا عندي، لا سوري ثواني، خلينا بس نصبر لان هو كان لسه بيحمل. اوكي كده تمام، كده هو خلص. ناخدهم كوبي ونروح للكامبين بتاعتنا بسرعه ونحط الكي ووردز دي. زي ما انت شايف كده كلهم اكزاكت. يعني ايه اكزاكت؟ اكزاكت دي يعني الشخص هيكتب house contractors near me بالظبط يطلع له الاعلان. يكتب هوم contractor فيطلع له الاعلان. لو كتب هوم contractor مثلا ان كذا مش هتظهر له، هيظهر له بس الكي ووردز دي بالظبط. لو برود، لو هو كتب مثلا وليكن هوم كونتراكتور فهيجيب له بقى هاوس كونتراكتور، هيجيب له اللي حاطط كي وورد اسمها مثلا مش عارف ايه كونستراكشن، هيجيب له الحاجات الشبيهه والقريبه. تمام، انما انا عايز اكزاكت. تمام، ده بيوفر لي فلوس كتير جدا. دايما ميك شور انه اكزاكت كي ووردز. طيب خلينا اتاكد ان انا مش عايز سبيسز هنا، بصراحه ما بحبش السبيس هنا، فعايزهم كلهم من غير سبيس بالشكل ده اهو. حلو زي الفل، حلو جميل جدا. خلاص انا كده تمام. انا هشوف هنا في حاجه انا محتاج اعدلها. لا، هسيب كل الاوبشنز زي ما هي بتاعت الاي اي ماكس. ما اظنش ان انت هتحتاج تلعب فيها يعني. تمام، هي اوريدي بتبقى متعلمه باي ديفولت من جوجل. تمام. طيب ايه الخطوه الاخيره؟ الخطوه الاخيره هي ان احنا نبني الاعلان. يعني احنا كل ده كنا بنبني في ايه؟ كل دوت ده كده الاد جروب. الاد جروب زي ما انت شايف كده، ده الاد جروب. حلو، الاد جروب ده اللي هو بتحط فيه الكي ووردز بتاعتك. تمام، وبتظبط بعض السيتنجز. حلو كده، حلو. طيب احنا ايه اللي كنا محتاجين نعمله؟ نضيف بس الكي ووردز، مفيش حاجه تانية نلعب فيها، كل حاجه تانية بالنسبه لي تمام. تمام، فانا كده هروح للاعلان. طيب لما اروح للاعلان هنلاقي وهتفاجئ هنا ان جوجل عن طريق جيميناي بنالي كل حاجه بدون ما اتعب. ازاي يا عم الحاج؟ اهو بنالي كل حاجه، كل حاجه مكتوبه، كل هيدلاينز، كل ديسكريبشن، كل حاجه. طيب انا احيانا في كتير من دول بسيبهم، وفي حبه بحب اغيرهم بتشات جي بي تي او كده، خلي تشات جي بي تي يديهم لي. طيب ايمجز، اضيف ايمجز في السيرش. اضيف ايمجز في السيرش هتنفعك برضو، بيظهرها كده على ايه جنب السيرش وكده. طيب انا هسيب دول مش هغيرهم. خلينا نتاكد كده ان هم كلهم بس تمام. farm constructing home constructor near me custom homes near me near you. اوكي affordable prices 25 years of experience. خد كل حاجه من الويب سايت، فانا هسيب الكلام دوت وهسيب حتى الديسكربشن، مش هغير اي حاجه من دي خالص. هروح بس اضيف ايمجز، وطبعا الايمجز تقدر تحملها من على الجهاز عندك او من اللايبراري، الاسيت لايبراري بالشكل ده. فانا اختار شويه صور بالشكل دوت من اللي موجودين على خلينا نقول الويب سايت. تمام، اشوف اللي موجود على الويب سايت ايه وهضيف منه شويه. الويب سايت بتاعهم يعني، اللي هو بياخد من اللينك. انت بترفع اللينك زي ما شفنا في الاول، وهو بياخد بقى الصور اوتوماتيكلي بيبقى مديها لك هنا. حلو. طيب انا دلوقتي هروح اختار من هنا شويه. ممكن اختار دي، اختار دي، اختار مثلا كمان. خلينا نشوف الاسيت دي فيها ايه. ممكن اختار دي كمان. واحد اهو بيصلح يعني بيت او روف او حاجه، فهي ريليتد اللي احنا بنعمله.
خلينا كمان نشوف، ممكن دي كمان، ممكن دي كمان، ودي كمان دي. يعني بتشوف الصور اللي عندك متاحة في الاكونت لو عايز تختار منها، او ان انت تختار طبعا حاجة من الكمبيوتر عندك لو انت معاك فايل او حاجة. طيب انا ممكن اختار دي كمان، كلهم ليهم علاقة بالنيتش. ايه تاني؟ ممكن دي. خلاص انا كده بالنسبة لي تمام، فانا هروح اعمل سيف. خلاص مش عايز اختار صور تاني. سيف. طيب بعيدا عن الهيدلاين والديسكريبشن، سواء انت هتكتبهم بتشات جي بي تي او هتخليهم اللي هو بيعمله لك جوجل ادز بشكل اوتوماتيكلي عن طريق جيميناي، سواء ده او ده، فانا عايز اعرفك حاجه. كل الحاجات اللي هنا تمام، اللي هي السايت لينكس، من اول السايت لينكس هنا البيزنس نيم ده انت طبعا بتحطه تمام لو مش موجود. وعندك هنا السايت لينكس دي هي عباره عن ايه؟ السايت لينكس، السايت لينكس عباره عن لما احنا بنروح على اي ويب سايت، خليني ارجع كده، بتلاقي دول السايت لينكس اللي بيبقوا موجودين تحت اي ويب سايت، اللي هو روفينج، اباوت، كاستم هومز، الكلام ده، دول اللي بيبقوا تحت اي ويب سايت. طيب دول مهمين جدا انت تحطهم، لان هم بيعلوا السي تي ار بتاع الكامبين بتاعتك، وبيعلوا كمان الكونفرجن. فانت مهم جدا ان انت تحط لينكات الحاجات دي، بس هو حطهم لي هنا بشكل اوتوماتيكلي. بس طبعا الحاجه الناقصه ان انت تبقى تتاكد ان انت تحط ديسكريبشن، لان مفيش ديسكريبشن. طيب ديسكريبشن لو انا مش عارف ديسكريبشن، اخلي تشات جي بي تي يكتب لي ديسكريبشن طبعا، عشان يعني هتفرق بصراحه لما تكتب ديسكريبشن. حلو حلو. ايه تاني؟ الكول اوت اكستنشن دي مهمه جدا. طيب ايه هي الكول اوت اكستنشن؟ كول اوت اكستنشن ان هو هنا زي ما انت شايف انا كاتبهم قبل كده، فبالنسبه لي اختار من هنا اوتوماتيكلي. ولكن كول اوت اكستنشن انت بتكتب من الاخر مثلا ان هو 10 سنين خبره مثلا، بتكتب الحاجات اللي هي المميزات او الفيتشرز تمام، بتضيفهم هنا. يعني مثلا لو جيت هنا قلت دو اد كول اوت هيديني امثله تمام. خليني بس ايه اوريك الامثله. يا ماشي، الامثله مش هنا، هوريها لك في السنابت. اوكي ماشي. الكول اوت باختصار هي انك بتحط الحاجات اللي هي زي مثلا انت بتقدم مثلا فري كونسلتيشن تمام، بتقدم استشاره مجانيه، انت 10 سنين خبره، انت موثق، انت معاك لايسنس، انت زي ما انت شايف كده لوكال تراستد اكسبرتس، فاست ريسبونس، بترد بسرعه. الحاجات دي هي الكول اوت. ليه بتضيفها؟ لان انا من غير الكول اوت زي ما انت شايف كده، بص هنا في المثال بتاع البريفيو هتلاقي ان هو بيضيف لك هنا في الكول اوت بعض الحاجات اللي بتبقى موجوده تحت الاعلان بتاعك، واللي بتفرق جدا جدا في الاوبتمايزيشن بتاع الادز. شايف السترينث دي بتفرق لما انت بتملى كل البيانات دي، وبتساعد برضه على وصول الاعلان بتاعك. طيب الاسيتس، مين تاني اسيتس عندنا غير الكول اوت والكلام ده؟ او الكول اوت ما تعتبرش اسيتس، بس انا يعني بعتبرها من الاسيتس. ولكن خلينا نقول ان في كمان الستراكشرد سنيبتس. ايه هي الستراكشر سنيبتس دي؟ ستراكشر سنيبتس دي هي لما بتدوس عليها زي كده وتيجي تعمل كرييت نيو، عشان اوريك بس دي اللي فيها الاكزامبلز. هنا بيقول لك انت ايه الستراكشر سنيبتس؟ انا اقول له والله الخدمات السيرفيسز، فبقول له مثلا السيرفيس كاتالوج بتاعتي. فبيقول لك بقى ايه هي بقى؟ هل هي تغيير زيت، ولا مثلا انت بتتشيك مثلا على ما اعرفش ايه، دي حاجات ليها علاقه بالعربيه. حلو. فانا بقول له والله بتوعي انا في المجال بتاعي دوت مثلا ان هو تصليح روفينج وي 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 والكلام ده كله والخدمات. وكمان عندي اكتر من حاجه اقدر اختارها، زي مثلا الموديل، لو انت بتبيع عربيات او سكوترز بتحط هنا الموديلز تمام، بتحط الستايلات تمام، بتحط التايبس الانواع. فهي دي باختصار structured snippet. نحط البراندات لو انت عندك مثلا اكتر من براند عربيه تمام. فانا هنا زي ما انت شايف كده انا عملت القصه دي كلها قبل كده، واخترت السيرفيس كاتالوج، واخترت كمان التايبس، او كانت ايه هي، ثواني اما افتكر، كانت تايبس مظبوط تمام. انا عملت التايبس وعملت السيرفيسز. فالسيرفيسز هنا زي ما انت شايف كده عشان تبقى فاهم اكتر، هي روف ريبير، روف ريبليسمنتس، بيبدلوا روف، بيعملوا له تصليح زي ما انت شايف كده. في عندك اكستيريور ريبيرز، كل الكلام دوت زي ما انت شايف كده هو السيرفيسز. وهنا الانواع باختصار تمام. طيب انا عامل سيف. انت تقريبا فهمت كده الفكره. لو انت بتبيع مثلا
تي شيرتس، فتكتب مثلا انت الانواع اللي عندك مثلا تي شيرتس، هتكتب مثلا هوديز، ما اعرفش ايه كتايبس من الملابس اللي عندك مثلا. تمام. لو ليد فورم هنا هتضيف ليد فورم عن طريق جوجل. تمام، بس انا مش محتاجها دي، بس انت بتضيفها بقى لو انت محتاجها. والابس طبعا لو انت عايز تضيف ابلكيشن عندك. حلو. اد يو ار ال اوبشنز دي ليها علاقه برضه بالتراكنج والقصه دي حته ادفانسد ممكن نبقى نشرحها بعدين، بس احنا مش بنحتاجها طالما احنا سطبنا التراكنج اللي انا قلت لك عليه في اول الفيديو. حلو. اتمنى تكون فهمت الحته دي. تمام. انا بالنسبه لي خلاص انا مش محتاج اعمل اي حاجه هنا. الاعلان بتاعي بالشكل زي ما انت شايف كده، ادي الاعلان، والاعلان هنا ده شكله. وزي ما انت شايف كده لو قلبنا هنشوف بقيه البريفيوز. خلينا نشوف. ادي بالشكل ده الاعلان بتاعي، وبما انه بيركز على الكولز فهنا الكول هي البريورتي زي ما انت شايف كده اهو. تمام. طيب في حاجه نسيتها. انا في حاجه نسيتها. ايه هي اللي نسيتها؟ طيب نسيت يا سيدي الكولز. هنا محتاج اضيف الرقم. تمام، نسيت اضيف الرقم هنا، فانا هضيف الرقم هنا. انا كنت عايز الفيديو بقى اقصر من كده بصراحه، بس معلش يعني جوجل ادز فيه تفاصيل كتير قوي. طيب انا هنا الرقم ضفته وهدوس على كلمه ابلاي. حلو. يبقى انا كده خلصت الاعلان بتاعي بشكل ناجح بشكل كامل. وزي ما انت شايف كده الاد سترينث افريج. تمام، ممكن افريج لطيفه، عايز تعليها عن افريج تقدر بقى طبعا تضيف حاجات تانية. طيب تمام، انا هعتبر كده ان ده خلص معاكم. تمام، وهروح كده اعمل نيكست عشان اوريك ايه الخطوه اللي بتيجي بعدها. ادي الخطوه اللي بعدها ان هو هيجي يقول لك حط البادجت بتاعك ايه. فانا هقول له مثلا، هو بيقول لي ريكومندد $17. تمام، بس انا هقول له لا والله انا عايز ابدا ب $14 بس. حلو كده. وهروح هنا ادوس له على نيكست. بس هو هنا طبعا ايه عشان يتاكد فبيقول لك كونفيرم اتس يو. وعلى الموبايل بتاعك لو انت فاتح فاتح يعني جوجل على الموبايل بتاعك هيبعت لك كود ان انت تتاكد. فخليني اكد معاكم. تمام، واوريك حاجه بقى ما تعملهاش. انا جربتها عن تجربه شخصيه. الكامبين توتال بادجت دي جربتها والنتائج ما كانتش احسن حاجه. ليه؟ انا ما اعرفش، بس ما كانتش احسن حاجه خالص. تمام. فالافضل ان انت تختار ديلي بادجت احسن. حلو. طيب انا دلوقتي خليني اهو اختار الفيريفيكيشن افيريفاي معاكم. try again. معلش اسف ان الفيديو طول، ولكن انا حبيت بصراحه يعني اجو ثرو كل حاجه، وبرضه I didn't go through كل حاجه عشان طبعا انا يعني في حاجات كتير ما عرفتش اشرحها بديتيلز كبيره، لان انا حبيت الكورس ده يبقى زي ميني كورس او حاجه سريعه تعرفك ازاي تبني الكامبين بسرعه على جوجل ادز، ويبقى عندك كده ايه يعني فهم سريع عنها. بس لو عايز طبعا كورس يبقى عميق جدا 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 في جوجل ادز، نقدر طبعا نبقى نعمل حاجه زي كده بعدين. تمام. طيب خليني بس كده أأكد على القصة دي. ماشي، هو بعت لي اهو. اوكي يس اوكي. تمام زي الفل كده. انا مستعد الونش الكامبين. خلاص بعد ما اخترت ال $14 هدوس على نيكست. اشوف هل هو محتاجني اغير اي حاجه ولا احنا كده تمام، لان هو بيعمل تشيكن ايرورز هنا، بيقول لك اذا كان في اخطاء في الكامبين محتاج تعدلها ولا الكامبين بتاعتك تمام. فخلينا نشوف الكامبين بتاعتنا تمام ولا فيها اي غلطه. لو في اي غلطه ما تقلقش، هو هيقول لك بالظبط الغلطه فين عشان تقدر تصلحها بشكل فوري. اوكي، بياخد بس تقريبا دقيقتين مش اكتر، فسريعا اهو هيكون خلص. في جوجل لغايه ما يخلص. في برضو كورس كنا عملناه عن فيسبوك ادز، هتلاقيه موجود هنا في العلامه اللي فوق بتاعه الاي دي هيطلع لك لو حابب ان انت تتفرج عليه برضو عشان تعرف ازاي تعمل اعلانات على ميتا. تقدر تتفرج عليه برضو وتقول لي الفيدباك بتاعك. وان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنتكلم عن سناب شات، هنتكلم عن تيك توك، هنتكلم عن كل المنصات بتاعه الميديا باينج. ولو ما تعرفنيش فانا الحمد لله لاول مره تتفرج عليا، انا الحمد لله محقق اكتر من $20,000 على موقع اب وورك في 10 شهور. والحمد لله دلوقتي انا توب ريتد بلس على اب وورك، فانا من اسرع الناس على اب وورك يعني في حته النمو، ان عملت الحمد لله بروجرس سريع جدا وبقيت توب ريتد بلس. وعامل كمان اونلاين سيشنز عن الفريلانسنج، والناس كتير الحمد لله دخلت معايا السيشن واستفادوا منها جدا، والسيشن مبلغ رمزي قوي، والحمد لله قدروا يجيبوا شغل بعد 3 ل 5 ايام. وده موجود عندي
على لينكد ان بسكرين شوتس، والناس بصراحه كانت مبسوطه جدا، وانا كنت مبسوط اكتر منهم ان هم قدروا ياخدوا شغل. طيب كده الكامبين جاهزه 100% ان انا ادوس كلمه ببلش كامبين. الحمد لله مفيش اي اخطاء عندنا في الكامبين، فاحنا كده تمام زي الفل. عملنا اللونش لكامبين سيرش. حبيت اشرحها بسرعه جدا عشان ما اطولش عليكم. خلينا نشوف ايه دوت. ما كانش فيه ايرورز. ايه اللي حصل؟ عادي، اي حاجه تحصل ما تقلقش. حاول تتراي تاني. ادي occur please try again draft مش عارف ايه. طيب الايرورز بتحصل تمام، بس دون بانيك. ممكن نعمل ريفرش مثلا، تمام، لان هو ممكن يكون عشان خاطر انا عملت يعني اكسبت للحته بتاعه السكيورتي وهو لسه مثلا ما قراهاش او didn't reflect او حاجه، فمش مشكله. خلينا نعمل ريفرش ونشوف ايه المشكله. بس كده احنا خلصنا الحته بتاعه جوجل ادز. اتمنى تكونوا استفدتوا. اسف لو كنت بحاول ابقى سريع في الشرح، ولكن انا حبيت صراحه الفيديو يكون اقصر من كده، ولكن محاولتي ما ظبطتش لان جوجل ادز فيه تفاصيل كتيره. ماشي. عايز بس لونش الكامبين دي بتاعت معاكم قبل ما اقفل الفيديو، لان هي يعني انتم مشيتوا معايا فيها وعملتوها معايا خطوه بخطوه، فخلينا نشوف ايه الدنيا. طيب هي الكامبين فعلا اتعمل لها ببلش وتمام، مفيش اي مشكله خالص. لما عملت ريفرش لقيته زي الفل بيقول لي الدنيا حلوه. فالكامبين هي سيرش تيست كامبين 2 زي ما انت شايف كده. مستنيين الامبريشن، وبعد كده طبعا هنخش على الكونفرجن اول ما يجي فون كولز. والدنيا كويسه جدا. اتمنى تكون كانت سهله عليك، واشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.